الإسرائيليين أعلنوا أول امبارح عن خسائرهم في حرب استمرت سنتين. حرب بيحاربوا فيها على 6 جبهات، وشفنا إيران عملت فيهم إيه، وشفنا المقاومة عملت فيهم إيه، وشفنا دباباتهم، وشفنا اللي شفناه كله في خلال سنتين. خسائرهم في خلال السنتين 110 مليار دولار. انتوا شفتوا بنفسكم السنتين دول حصل فيهم ايه؟ تخيل بقى ان السيسي لما بيجي يتكلم عن 2011 مرتين قال لك في تصريحين. تصريح قال لك خسائرنا بسبب 2011 في سنه 2011، مره قال لك 400 مليار دولار، والمره الثانيه قال لك 450 مليار دولار. انت بقى احكم، انت شو يعني وقفتنا احنا في الشارع 18 يوم تخسر مصر الرقم اللي انت بتسمعه، الرقمين دول اللي سمعتهم من السيسي، واسرائيل اللي بتحارب على 6 جبهات واندكت العاصمه بتاعتها بالصواريخ والطيران والبتاع وكل شويه المركبات بتاعتها تتفجر وتتعمل. خسائرها 110 مليار. انت شايف ايه بقى؟ يعني مؤيد او معارض؟ قدامك الحالتين، ناس دخلت حرب على 6 جبهات، وناس نزلوا وقفوا في الشارع 18 يوم بس. انت شايف ايه؟ مؤيد او معارض؟ قول لنفسك الحقيقه، ما تقوليش انا. يعني ما تدخليش في الكومنتات تقول لي اصل الاخوان، امك على ام الاخوان يا واطي. انا بقول لك خلي عندك ضمير. ناس في سنتين حربت على 6 جبهات خسرانه 110 مليار دولار. ناس تانية نزلت وقفت في الشارع 18 يوم ما فيش غيرهم. والغريبه ان 2011 دي هي السنه الوحيده من السبعينات اللي ما كانش عندك فيها عجز في الموازنه. ده ما بيقولكش حاجه؟ طيب يعني انا هروح هات كده الموازنه بتاعت مصر من سنه 77 وانت جاي كده ومعدي، هتلاقي ايه؟ في عندك عجز من سنه 77 لحد ما تيجي عند 2011 عندك فائض في الموازنه. هوب 2012 برضو نفس القصه، لان الحراميه كلهم كانوا محبوسين. من 2013 رجعت العجز الموازنه تاني. ده ما بيقولكش حاجه؟ طيب يعني الوضع ده ما بيلفتش نظرك لحاجه؟ يعني ما عندكش ضمير؟ ما علينا. المهم نهاركم زي الفل، عشان انا وصلت الجيم فادخل اتمرن، ويومكم جميل. سلام.